السلام عليكم. هحضر النهاردة صينية سمك حريت بطريقة جميلة وسهلة وطعم روعة. تابعوا معايا الفيديو للآخر عشان نعرف كل التفاصيل. يلا مع بعض نسمي الله ونشوف طريقتنا ايه. معايا سمك نوع حريت، ومعايا التتبيلة اللي هتبل بيها السمك، خليط من الملح والكمون والكزبرة والفلفل والشطة. دي تتبيلة بتمنع اي زفارة من السمك، لان انا السمك هنا مش هقليه، انا هعمله بطريقة صحية. هحطه ني على الصلصة. صواني او طواجن السمك ممكن نعمل منها انواع كتير من السمك، مش لازم الحريت. والحريت كمان انا بشوفه افضل حاجة ليه المقلي، عشان هو من الاسماك الناعمة والطرية، بيبقى مش متماسك. يعني ما ينفعش نعمل الحريت ده مسلوق، يعني هو افضل حاجة ليه تتعمل مقلي. ومن بعده كمان ممكن نعمل منه صواني او طواجن، غير كده ما ينفعش يتعمل منه اي حاجة تاني. وبحس طعمه في الشوي مش قد كده، يعني انا بحس طعمه في القلي او الصواني بيبقى طعمه حلو. ودلوقتي هحضر للصلصة او التسبيكة اللي انا هحط فيها السمك. هجيب صينية وهحط لها زيت، وبحط لها كمان بصلاية كده مفروم. طبعا الافضل نعمل السمك في طواجن، بيبقى طعمه احلى بصراحة في الطواجن في الفرن. بس بحس الطواجن حلوة في الشتاء اكتر. بحب اعمل الصواني في الصيف اكتر، يعني بحسها خفيفة شوية. وكمان بحب اعملها على البوتاجاز، مش في الفرن، وبرضو بتطلع طعمها حلو. بعد ما حطيت الزيت، حطيت بصلاية كبيرة مفروم، وبقلبها كده لغاية ما لونها يحمر معايا. ودلوقتي بحط لها من نفس التتبيلة اللي تبلت بيها السمك، اللي هو الملح والكمون والكزبرة والفلفل. بقلب البصلة كده على النار هنا معايا يعني عالية، طبعا لان انا بحمر البصلة. ودلوقتي بعد ما اتحمرت هحط لها الطماطم. نوع الطماطم هنا كان نوعها حلو، فما حطيتش صلصة. على فكرة انا بحب الصواني السمك من غير صلصة افضل، بس لو على حسب برضو نوع الطماطم. يعني لو الطماطم حلوة زي ما انتوا شايفين كده، هي معايا كانت طماطم حلوة وحمرة، فما بحطش صلصة خالص. لو كان نوع الطماطم مش حلو فبحط صلصة، ومش كتير، يعني بحط ممكن معلقة او نص معلقة على حسب نوع الطماطم اللي انا حطيتها. ودلوقتي هزودها كده شوية مية مكان الكبة اللي كان فيها الطماطم، وههدي النار عليها خالص واسيبها تتسبك. واروح احضر للرز. هجيب حلة واحط لها زيت، وهحط زي ربع معلقة من الحبهان المطحون. انا بحب الحبهان جدا في الرز، جربوه طعمه جميل جدا، بالذات كمان الرز الابيض بالحبهان بيبقى طعمه حلو خالص. وبعدين بزود مية على الزيت. طبعا هنا المية يفضل يكون مية مغلية، او كمان تسيبوها تغلي في الحلة قبل ما تحطوا فيها الرز. ودلوقتي بحط كده الملح على المية. اول ما المية بتغلي معايا بحط لها الرز، وبهدي النار. يعني خلاص بعد ما حطيت الرز كده بهدي النار عليها وبغطي الحلة. ودلوقتي بروح اشوف التسبيكة او الصلصة اللي انا عملتها، هي اتسبكت معايا زي ما انتوا شايفين. هزودها مية. انا هنا بزودها مية مش كتير، حوالي كده كوباية قبل ما احط السمك، وبقلبها. بالنسبة للثوم انا محمرتوش مع البصلة في الاول، انا بحب احطه ني كده مع السمك، بيدي طعم احلى. بحط زي معلقة صغيرة كده من الثوم المفروم. ودلوقتي كمان بحط فلفل. ممكن تحطوا فلفل اخضر، فلفل الوان، او فلفل كمان شطة، بيدي طعم حلو جدا في صواني السمك، زي ما تحبوا. ودلوقتي اهو قلبت كده الصلصة مع بعض، وهحط السمك. والسمك طبعا انا حطاه هنا ني مش مقلي، لان في ناس كتير بتقلي السمك قبل ما تحطه في الصينية. الطريقة دي صحية يعني، وكمان وخفيفة وطعمها حلو. انا بحسها طعمها احلى بكتير من السمك المقلي اللي بيتحط في الصلصة. جربوا الوصفة دي وقولوا لي رأيكم ايه. هستنى رأيكم في التعليقات. بصوا انا كده رصيت السمك في الصينية. لو ملاحظين الصينية صغيرة شوية على السمك، بس عادي. انا بصوا بجيب من الصلصة من تحت وبحط فوق.
ده قبل ما يستوي. انا بعد ما يستوي السمك ده والنوع الحريت ده بالذات ما بقلبش فيه كتير، زي ما قلت لكم، لانه السمك ده من النوع الاسماك اللي هي الناعمه والطريه، فبعد ما يستوي ما ينفعش نقلب فيه كتير لانه هو مش بيكون متماسك. ودلوقتي نشوف الرز، هو كده استوى زي ما انتوا شايفين، هو طلع معانا مفلفل وحلو وطعمه كمان جميل جدا. طبعا افضل انواع الرز اللي هي بتتعمل مع السمك الرز الابيض، بيكون طعمه حلو. ودلوقتي بشوف صينيه السمك معايا كده هي خلاص استوت. لو عايزين الوش بتاعها يحمر عن كده، زي ما هي كده الصينيه هنحطها تحت الشوايه وهتاخد معايا لون. بالنسبه لي انا بحبها الصينيه كده بصراحه، بتبقى طعمها حلو. وده كان فيديو النهارده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بقدمه ان شاء الله. وهاخد قطعه كده من السمك واشوف طعمها ايه. بجد طعمها فظيع وريحتها جميله جدا. وهختم الفيديو بدعاء: اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.